1,000,000 جنيه و30,000 دولار. الفلوس دي اتسرقت من فندق مشهور متخصص لرفاهية الكلاب. مش هتصدق الداخلية رجعتهم ازاي وايه حكاية فنادق الكلاب في مصر. ممكن تكون من الناس اللي ما تعرفش إن في بيزنس للكلاب في مصر، والبيزنس ده عبارة عن فنادق متخصصة لرفاهية الكلاب والخدمات اللي بتتقدم ليهم، واللي ما بتقلش عن اللي بتتقدم للبني آدمين خالص. والكلام ده موجود في مصر في أماكن كتيرة. المفاجأة إنه حصلت سرقة في فندق شهير متخصص للكلاب، وقدرت الداخلية إنها ترجع الخزنة اللي كانت موجودة في الفندق، وده بعد سرقتها بمنطقة الجيزة وتحديدا حي كرداسة، وكمان قبضت على اللصوص. وكانت البداية لما اسم كرداسة وصلوا بلاغ بسرقة خزنة فيها مبلغ 30,000 دولار و1,000,000 جنيه من فندق مشهور لاستضافة الكلاب وتدريبها. وعلى طول اتشكل فريق بحث من رجال مباحث الجيزة علشان يكشف ملابسات الحادث، واللي اتكشف كان مفاجأة، وهو ان 2 من عمال الفندق هم السبب في ارتكاب الواقعة. وقدر رجال الشرطة يقبضوا عليهم، وقدروا كمان يخلوهم يعترفوا، وعرفوا منهم مكان الخزنة والفلوس والمسروقات كلها رجعت لأصحابها. ولو مستغرب موضوع فنادق الكلاب ده، فحب أقولك إنها زادت بشكل كبير الفترة اللي فاتت في مصر، ولقت اهتمام من كل محبي ومقتني الكلاب. وده لأن الفنادق دي بتقدم خدمات مختلفة خلال الوقت اللي بتستضيف فيه الكلاب، وبتوفر غرف بأحجام كتيرة بتناسب سلالات الكلاب المختلفة. والغرف دي بتكون مجهزة وفيها سراير مريحة وألعاب وأدوات نظافة وتجميل خاصة بالكلب. ده غير إن الفنادق دي بتوفر مساحات خارجية واسعة جدا للكلاب علشان يجروا ويلعبوا براحتهم. والموضوع ما بيبقاش عادي، ده بيكون منظم جدا، وفي عمالة مخصصة بيتم تعيينها في الفندق علشان تتعامل مع الكلاب بعناية شديدة، وبتكون مسؤولة عن إخراج الكلاب من الغرف في الجناين الواسعة، وكمان تدريبهم على الطاعة لأصحابهم. يعني الموضوع مش بيكون مجرد إقامة في الغرف، ده بيكون اعتناء شامل بالكلب من تدريب وتعديل سلوك ومساعدته على الجواز. والليلة الواحدة في الفندق بتكلف صاحب الفندق مش أقل من مبلغ من 150 ل 200 جنيه، وبتكون شاملة وجبتين. الأولى بتكون طعام مجفف بيتقدم للكلب الصبح، وده بيكون الأكل المفضل عند الكلاب، وبالليل بيتقدم لهم هياكل الدجاج والعيش. وكل كلب بيستمتع في الفندق بغرفة مكيفة، وبينزل الحديقة 3 مرات خلال اليوم. أما بقى التدريبات اللي بتتقدم للكلاب مش بتكون على الطاعة وبس، لا ده كمان بيقللوا الشراسة للكلاب اللي بتكون شرسة بالفطرة. ده غير إنهم بيدربوهم على الأكل والنوم في أوقات محددة، وكمان بيكون في رعاية صحية وبيتأكدوا فيها من صحة الكلب، وإنه بياخد كل التطعيمات المحددة، وبيتم متابعة صحته بشكل دوري. أما المصريين فلما عرفوا بموضوع فنادق الكلاب على السوشيال ميديا فاتقسموا لنوعين. نوع كان شايف إن دي فكرة كويسة، وإنها أصلا موجودة في الدول الأوروبية، وبتكون فرصة لتدريب الكلاب وتحسين سلوكياتهم، وإن الحيوانات ليهم حق علينا. ومجموعة تانية كانت شايفة إنها فكرة سخيفة، وإنه في ناس معهاش فلوس تروح فنادق أصلا، يبقى الكلاب اللي تروح، وإن فنادق الكلاب لفئة معينة من الشعب. أما انتوا بقى فقولوا لنا انتوا مع أي رأي من دول.